السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم النهارده؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وهنا وبصحة وسعادة. النهارده بقى هنعمل رز معمر زي ما قال الكتاب بطريقة سهلة وبسيطة ويطلع معاكي كده مفلفل وحلو. يلا بينا نشوف الطريقة. معانا دول كوبايتين رز غسلاهم ونقعاهم حوالي بقالي ساعة، زي ما انتم شايفين كده انا مصفياهم تصفية حلوة خالص، يعني مصفياهم زي ما انتم شايفين. ومعانا حوالي كيلو لبن، يعني كيلو لبن وكوبايه زبادي. وطبعا اللبن دوت انا كنت غلياه من امبارح فطلعت منه القشطه ديت، يعني اللبن تجيبيه تغليه وتطلعي منه القشطه بتستخدميها للرز. ومعانا حبه سمنه برضو، معلقتين سمنه بلدي اذا امكن، ولو امكن ممكن تحطي حبه زيت لو حبيتي. وهنحط بينا بقى على الطريقه. ومعانا الطاجن بتاعنا زي ما انتم شايفين اهو. الطاجن ممكن تعمليه في صينيه، تعمليه في طاجن حسب ما انت عايزه خالص. وادي الرز بتاعنا اهو، انا مصفياه من الميه خالص. هنحطه نصفيها بس كده، ننزل منها الرز ده، هقلبه كده اهوت. وهنحط طبعا زي ما انتم عارفين عشان ده رز معمر نحط له معلقه ملح، معلقه ملح. وهنحط له حبه سكر، السكر ده بس عشان يدي لون، السكر يدي لون زي ما انتم شايفين كده. وهنقلبهم الاول مع بعض، كل ما تبقاش ناحيه فيها سكر ناحيه فيها ملح، لا هنقلبهم كلهم كده مع بعض زي ما انتم شايفين كده. وهنحط القشطه كلها، نحط القشطه. كل ما نحط حاجه نقلبها، يعني كل ما نحط حاجه نقلبهم مع بعض. واصح اللبن يكون دافي، يعني ما تجيبوش من التلاجة تحطيه على طول، لا اللبن بتاعنا يكون دافي. من نجاح الرز المعمر اللبن بتاعك يكون دافي. وبرضه هنحط معلقتين السمنة، برضه هنقلبهم مع بعض زي ما انت شايف كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. صلاة ايه؟ تفرج بها الهم وتزيح بها الغم وتسد بها الدين. والله يا جماعة ما في احلى من الكلام دوت. طول ما انت قوليها ترددي وشوفي النتيجة بعدها ايه. طبعا هنحط بقى ايه كده اللبن بتاعنا كوبايتين. وهقلب كده وهشوف هيعوز تاني ولا لا. وانصحك لما تعمليه كده هو سيبيه حوالي ساعة ساعتين يشرب من اللبن والسمنة. سيبيه يعني ما تحطوهوش في الفرن على طول زي ما انت شايف كده. وفي الاخر بقى هنجيب كوباية الزبادي هنحطها في الاخر. كوبايه الزبادي زي ما انتم شايفينها اهي، هنجيبها نقلبتها وهنحطها. واحط على كوبايه الزبادي ديت يعني عشان فيها كده هنحط ميه، هو لازم يتحط له ميه. واذا امكن عاوزه تحطي له زيت تحطي له برده زيت. فهروح املى كوبايه الزبادي ميه واجيلكم. زي ما انتم شايفين اهو حطينا لها ميه وهنقلبهم. سيبيه بقى ايه، سيبيه ساعة ساعتين. اللبن يشرب من الزبادي، الرز يشرب من الزبادي ويشرب من اللبن. وبنحطه على الفرن. طبعا لما تيجي تحطيه على الفرن من تحت علي النار عليه من تحت، ومن فوق وطي على الاخر خالص علشان وشه ما يتحرقش معاك، وشه ما يتحمرش وهو يفضل ني. فعلي النار عليه قوي. ولما تلاقي خلاص ان هو اتشرب، طبعا انت عارفه هيتشرب ازاي، اللبن هيتشرب من الرز. فوطي عليه بقى من تحت ووطي عليه من فوق. سيبيه ايه بقى، اهم حاجه عشان يطلع معاكي وشه حلو يغلي معاكي. وتوطي عليه ويطلع وشه حلو. واوريهولكوا بعد ما اروح ادخله دلوقتي الفرن واسيبه واوريهولكوا. وزي ما انتوا شايفين كده طلع معانا ما شاء الله، الله اكبر. والله الرزايه مفلفله واحده بواحده وما تعجنش معايا خالص. لو عملتيه بالطريقه اللي انا قلتلك عليها ديت بصراحه طلع معانا عسل، حتى الوش بتاعه حلو. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوناش في الاشتراك وفي اللايك وفي كلمة حلوة. وبشكر كل اللي بيكتب لي تعليق ايجابي، ربنا ما يحرمنيش منكم ابدا يا رب، ويخليكم ليا وتكونوا معانا الصحبة الصالحة ان شاء الله. مع الف الف سلامة.